نصاب أخد من الناس 50 مليون جنيه بحجة إنه هيستثمر فلوسهم وفي الآخر بيهرب. تعال أقول لك إيه اللي حصل. محمد عادل الشهير ببلوجر المطاعم ده راجل نصاب أخد 50 مليون جنيه من حوالي 150 شخص بحجة إن هما هيستثمر الفلوس ديت معاهم في مطاعم وخلافه علشان يكبر لهم الفلوس ديت. ولكن طبعا الراجل نصاب، وهو أثناء السرقة بتاعته كان بيروج إن هو بياخد علامات تجارية علشان يستثمر في الفلوس ديت ويكبرها للناس اللي بياخد منهم يعني الفلوس ديت. ومش كده وبس، كمان ده جوه مصر وبره مصر، وبيستغل الجاليات المصرية اللي بره مصر وياخد كمان منهم فلوس. طبعا الحكومة قدرت ان هي توصل له، والحمد لله ان هم قبضوا عليه لما اكتشفوا كمان ان الراجل ده اصلا هربان بره مصر، وان هو كان بيدير احدى شركات ادارة المطاعم، وان هو كمان عليه 11 حكم قضائي يعني حوالي 16 سنة و8 شهور سجن. ولكن رغم ان هو كان بينشر فيديوهات بره مصر وهو راكب عربيات فارهة جدا، الا ان الداخلية قدرت ان هي تقبض عليه، وجاري دلوقتي التحقيقات معاه. انتوا بقى قولوا في كومنتات ايه انسب عقاب ياخدوا النصاب دوت.